مدير قاعد على مكتبه ماسك ورقة في ايده، بيبص لموظف واقف قدامه وبيقول له بالحرف: الشغل ده مش على المستوى اللي انا مستنيه منك. الموظف خرج من المكتب، حط الورقة على مكتبه وبدأ يشتغل من الأول، مش عشان خايف، عشان حاسس إن في حد شايف إنه يقدر يطلع أحسن من كده، وحاسس هو كمان إن هو فعلا يقدر. نفس المدير نفس اليوم بعدها بشوية موظف تاني دخل، نفس الورقة تقريبا، سمع الجملة نفسها بالحرف: الشغل ده مش على المستوى اللي أنا مستنيه منك. الموظف ده خرج من المكتب، بس ما خرجش يشتغل، خرج وهو بيسأل نفسه: امتى هلاقي شغل تاني في مكان تاني غير الشركة دي؟ قعد على مكتبه وبص للورقة، ما شافش نقد الشغل، بس شاف فيها حاجة تانية خالص، شاف حكم عليه هو مش على شغله. حس ان مش مستوى الشغل فيه مشكلة، حس ان هو نفسه اللي مش على المستوى. نفس الكلمات، نفس النبرة تقريبا، نفس المدير، واحد اتبنى والتاني اتكسر. طب الفرق فين؟ الفرق ما كانش في الجملة اللي اتقالت، الفرق في حاجة واحدة اتقالت بين السطور، حاجة المدير نفسه ما كانش واخد باله انه بيقولها. بقالي 25 سنة في السوق، كل يوم بشوف مديرين بيقولوها من غير ما ياخدوا بالهم، وفاكرين طول الوقت ان هم بيربوا وبيبنوا. النهاردة هنمسك الحاجة دي بإيدينا، عشان لما تفهمها مش هتقدر تدي نقد تاني في حياتك من غير ما تسأل نفسك سؤال واحد الأول، سؤال بسيط جدا بس بيقلب النقد من حاجة بتكسر واحد لحاجة بتبني بني آدم تاني. وأنا عن نفسي اليوم اللي فهمت فيه السؤال ده اتغيرت طريقتي في إدارة الناس كلها. خلينا نبقى صراحة مع بعض، في نوع من المديرين بيفتخر انه بيقول الحاجة في وشه، بيعتبرها ميزة، حتة أصيلة من شخصيته. أنا صريح وما بعرفش أجامل، أنا اللي في قلبي على لساني. وكل ما حد يتضايق من كلامه بيرد بنفس الجملة الجاهزة: أنا بقول لك كده لمصلحتك. المشكلة إن الجملة دي بقت رخصة تقول أي حاجة بأي طريقة في أي وقت وتفضل مغطي. لأن مين اللي هيعترض على راجل بيقول الصح؟ اللي هيعترض هيبقى هو اللي حساس، هو اللي ما ينفعش معاه النقد، هو الضعيف اللي ما بيستحملش. فالموظف بيبلع والمدير بيفتكر انه نجح، والحكاية بتفضل ماشية كده لحد ما الشركة تلاقي احسن ناس بتمشي واحد ورا واحد من غير ما حد يفهم ليه. بس تعالى نبص على اللي بيحصل فعلا جوه اللحظة دي. لما المدير بيقف قدام الموظف ويفرغ فيه، هو بيعمل ايه بالظبط؟ في احتمالين، وهو مش دايما عارف بيعمل اي واحد فيهم. الاحتمال الاول انه شايف غلط حقيقي في الشغل وعايز يصلحه، ونيته ان الموظف يطلع احسن بكرة، ده نقد. الاحتمال التاني انه اتضايق النهارده، او حس ان الموظف ده بيقلل من مكانته، او عايز يثبت لنفسه قبل الناس ان هو الاشطر في المكان، فبيلبس الاحساس ده لبس النصيحة. ده مش نقد، ده تفريغ. والمصيبة ان الاحتمالين غالبا بيلبسوا نفس الهدوم بالظبط، نفس نبرة أنا بقول لمصلحتك. الموظف مش بيسمع نيتك، الموظف بيسمع كلامك وإحساسك وانت بتقوله. وانت كمان في أوقات كتير مش بتسمع نيتك الحقيقية، بتسمع انك بتقول الصح وبس، وتقفل الموضوع وانت مرتاح. في كاتبة اسمها كيم سكوت، اشتغلت سنين في جوجل وابل، وكتبت كتاب اسمه راديكال كاندر، يعني الصراحة الجذرية. وهي بتحكي حكاية مهمة، ان في مديرين بيخافوا يجرحوا الناس فبيسكتوا وبيجاملوا وبيقولوا تمام وهي مش تمام. وده في نظرها مش لطف، ده أذية، لانك بتسيب الواحد يغرق وهو فاكر ان هو بيعوم. وفي مديرين على الجنب التاني بيصرحوا من غير اي اهتمام بالبني ادم اللي قدامهم. دي مش صراحة، ده عدوان. الصراحة الحقيقية لما بتيجي من مكان واحد، انك بتهتم بالشخص فعلا وفي نفس الوقت تقول له الصح من غير لف ودوران. فالوحش اللي احنا بنطارده النهاردة مش النقد نفسه، النقد حاجة كويسة وأداة لابد منها ومحدش بيكبر من غيرها. والسكوت مش الحل، السكوت وش تاني للوحش. الوحش
هو النقد اللي بيتحول لطعنة في قلب الشخص وانت فاكره نصيحة في الشغل. وهنا في آية كريمة بتسمي الحاجة دي باسمها. ربنا بيقول في سورة الحجرات: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. اللمز مش الشتيمة الصريحة، اللمز هو الطعنة اللي بتيجي في هيئة كلام عادي، الغمزة التلميحة، الجملة اللي ظاهرها نصيحة وباطنها انت مش قدها، والتنابز انك تلزق في الواحد صفة تفضل ماشية معاه قدام الناس. وخد بالك من دقة القرآن هنا: ولا تلمزوا أنفسكم، ما قالش بعضكم بعضا، قال أنفسكم، لأن المجتمع المؤمن كالجسد الواحد، والإساءة الواحد منه رجع على الجماعة كلها. وده مش كلام روحاني بعيد عن الشغل، ده واقع إداري بحت. الموظف اللي بتكسره بنقدك هو جزء من فريقك وجزء من شغلك وجزء من نتيجتك آخر الشهر، فأنت لما بتكسره بتكسر حتة منك أنت. السؤال اللي لسه متعلق في الهوا: إزاي أعرف وأنا واقف في أي ناحية وأنا بتكلم؟ عشان الحكاية مش في الكلام، الحكاية في حاجة تانية خالص، حاجة بتفرق بين شخصين الاتنين كانوا صرحة لآخر لحظة. خليني أوريك الفرق ده في الحياة الحقيقية. في لحظة الاتنين فيها كانوا صرحة لآخر مدى، بس واحد صرح فبنى إمبراطورية من الناس، وواحد صرح فهد نفسه بإيده. نبدأ بالمثال الأولاني بتاع ترافيس كالينيك، مؤسس أوبر، الراجل اللي بنى شركة غيرت شكل المواصلات في العالم كله، وحول فكرة انك تطلب عربية من موبايلك من رفاهية لحاجة عادية بنعملها كلنا، بس بنى جواها ثقافة اسمها توي ستيبنج، يعني بالبلدي كده دوس على صوابع اللي قدامك. الفكرة كانت خليك شرس، قول رأيك من غير أي فلتر، ولو ضايقت حد يبقى هو الضعيف اللي ما بيستحملش الشغل الجامد. تخيل معايا كده اجتماع بدل ما يكون عن حل مشكلة بيتحول لحلبة مصارعة، كل واحد بيثبت فيها انه اذكى واقوى من اللي قصاده. الصراحه عندهم كانت سلاح بتستخدمه في وش زميلك، مش اداه بتصلح بيها حاجه غلط. سنه 2017 مهندسه اسمها سوسان فولر كانت شغاله في اوبر، نشرت تدوينه حكت فيها عن السنه اللي قضتها في الشركه وعن شكاوي كانت بتترفع للاداره والاتش ار، لكن بدل ما تتعالج كانت بتدفن او تتبرر. المواجهه والشراسه اتقدموا جوه الثقافه باعتبارهم دليل قوه، وفي اوقات كتير استخدموا لتبرير سلوكيات عدوانيه. الشراسه كانت بتتحسب شطاره، والاذلال كان بيتباع للناس على انه معايير عاليه. وكان في كمان ثقافه النخبه، وما ادراك ما ثقافه النخبه. ثقافه النخبه دي للي ما بتقبلش اقل من الاحسن. النتيجه ايه؟ ناس اتكسرت، ناس شاطره لمت حاجتها ومشت، وفي الاخر وسط سلسله ازمات وتحقيقات وضغط من كبار المستثمرين كالينيك اضطر يستقيل من منصبه كسي او للشركه اللي هو بناها بايده. تخيل المفارقه، الراجل اللي اسس الثقافه دي هي اللي اكلته في الاخر. وخلينا اكون منصف معاه، ثقافة الفيدباك السامة دي ما كانتش السبب الوحيد في أزمة أوبر، كان في قضايا قانونية وضغوط ومشاكل تانية كتير في نفس الوقت، بس هي كانت العرض الأوضح للمرض. صراحة كتير، شجاعة كتير، وضوح كتير، بس بلا اتجاه. المشكلة ما كانتش ان هما بيتكلموا بصراحة، المشكلة ان الصراحة دي ما كانش وراها اي نية انها تكون في مصلحة الشخص اللي انت بتصارحه، ولا انت عايزه يكبر ويفهم اكتر. صراحة من غير رحمة بتبقى سكينة في ايد، مش مراية بتوريك نفسك. دلوقتي تعالوا نروح للوش التاني. بيل كامبل، راجل اتلقب في وادي السيليكون بالكوتش اللي بمليار دولار، واتكتب عنه كتاب اسمه تريليون دولار كوتش. 3 من كبار جوجل كتبوا عنه بعد ما مات عشان يحفظوا اللي اتعلموه منه قبل ما يضيع. الراجل ده درب مؤسسين جوجل وهم بيكبروا الشركة، وقعد مع ستيف جوبز في ابل سنين يقلب معاه في القرارات الصعبة. وهنا المفاجأة اللي بتكسر التوقع، بيل كامبل ما كانش لطيف ومسالم زي ما انت متخيل. الكوتش ساعات كان بيبقى شديد وصريح لدرجة القسوة في اوقات كتير. لو شغلك وحش كان هيقولك انه وحش في وشك على طول من غير اي تجميل او لف. كامبل ما كانش مدير بيهرب من المواجهة، وكان معروف بصراحته وحدته، لكن حدته كانت طالعة من علاقة اتبنت قبل لحظة النقد.
بس كل واحد اتنقد من كامبل كان خارج وحاسس انه اقوى مش اصغر، خرج وعارف يعمل ايه بكره، مش حاسس انه بلا قيمه بعد النقد. في تفصيله صغيره بتفسر كل حاجه دايما. في اجتماعاته كان بيبدا بانه يسال الناس عن حياتهم الاول، عن ولادهم، عن اخبارهم، عن الرحله اللي رجعوا منها، قبل ما يفتح اي ملف شغل. مش مجامله فاضيه، ده كان بيبني الارضيه اللي لما بيجي ينتقد عليها الراجل اللي قدامه يبقى متاكد ان اللي بيتقال له جاي من حد مهتم بيه فعلا، مش من حد بيحاسبه ويصفي حسابات تانية معاه. الناس اللي اشتغلت معاه كانت بتقول انه بيحبهم قبل ما يصارحهم، وانهم كانوا حاسين بالحب ده وهو بيصرح، مش بيكتشفوه بعد ما يهدوا. الفرق انه كان بيصرح من فوق ارضية صلبة اتبنت من الثقة، طوبة ورا طوبة، مش من فوق فراغ. بص كده على المفارقة اللي قدامك، الاتنين صراحة لآخر درجة، الاتنين ساعات بيجرحوا. الفرق ما كانش في الحدة ولا في الكلمات ولا حتى في الاسلوب نفسه، الفرق كان في اتجاه الطعنة. كالانيك الصراحة كانت عنده طلعة من تفريغ للضغط لقوته وانه الاذكى في الأوضة. كامبل كانت الصراحة عنده رايحة للراجل اللي قدامه كاستثمار في انه يكبر ويطلع احسن مما هو عليه. نفس الاداة، اتجاهين ونتيجتين على طرفي نقيض زي ما بيقولوا. طيب انا كمدير وانا جوه اللحظة دي ودمي بيغلي، ازاي امسك الاتجاه ده قبل ما الكلمة تخرج من بقي؟ يلا بينا نمسك الخيط اللي بيربط كل حاجة قلناها من اول الفيديو. في حاجات المدير بيخلط بينها من غير ما ياخد باله، زي انه بيخلط بين انه معاه حق وبين انه بيساعد. انت ممكن تكون معاك حق 100% ان الشغل غلط، ومع كده الطريقة اللي بتقول بيها الحق ده بتكسر الراجل بدل ما تصلحه. انك تكون صح مش تذكرة دخول تخليك تقول اي حاجة باي شكل. الغلط اللي انت شايفه حقيقي، بس ده مش السؤال انت بتقوله عشان يتصلح ولا عشان تثبت انك انت اللي شفت الغلط ده. الفيدباك ما بيتقاس بالكلام اللي فيه، بيتقاس باتجاهه، واتجاه النقد ليه اختبارين ابسط من بعض. اول اختبار، مين اللي شال الحمل بعد الكلام؟ لو انت دخلت متضايق وخرجت مرتاح، وهو دخل طبيعي وخرج شايل غضبك فوق غلطته، دي علامة خطر. بس الراحة لوحدها مش الحكم النهائي، لان النقد الحقيقي ساعات بيوجع، وساعات الموظف مش هيرتاح في نفس اللحظة. عشان كده في اختبار تاني اهم، هل خرج وهو عارف هيعمل ايه بعد كده وحاسس انه قادر يعمله؟ ممكن يكون خرج زعلان شوية بس شايف الطريق قدامه. اما لو خرج مشوش حاسس انه قليل ومش عارف اللي مطلوب منه، فانت غالبا ما صلحتش الغلطة، انت بس نقلت احساسك من جواك لجواه. خد مثال بسيط قدامك كل يوم، موظف سلم لك شغل فيه غلطة واضحة. عندك طريقتين، تقدر تقول له انت مستهتر ومش مركز خالص وتمشي مبسوط انك قلتها في وشه، دي راحتك، انت فرغت، انت فشيت غلك. او تقعد معاه دقيقتين تفهم الغلطة جت منين وتوريه صلحها ازاي، وتمشي وانت لسه شايل همه لحد ما تتأكد انه ظبط شغله، دي راحته هو، انت كده بنيت. نفس الغلطة ونفس المدير، وفرق السماء والأرض في اللي بيحصل بعدها. الكلمات اللي اتقالت في الحالتين قريبين من بعض جدا، بس الاتجاه اللي وراها هو اللي عمل الفرق كله. النقد اللي بيبني بيصحح الفعل وبيسيب الشخص في مكانه من غير ما يمسه، بيقولك الحاجة دي غلط مش انت اللي غلط، بيحكي عن الشغل اللي على الترابيزة مش عن قيمتك كإنسان. والنقد اللي بيكسر بيعمل العكس تماما، بيمسك الغلطة الصغيرة في تقرير ويكبرها لحد ما تكون حكم على الشخص كله. انت دايما كده، انت ما بتفهمش، انا ما كنتش متوقع منك غير كده. الغلطة كانت في ورقة والحكم نزل على انسان. وليه الفرق ده مهم للدرجة دي؟ لان الانسان لما بيسمع نقد على فعل محدد مخه بيفهم ان قدامه مشكلة ممكن تتحل. تقرير ناقص هنكمله، الارقام غلط نراجعها ونصححها، العرض مش واضح نرتبه من الأول. بس أول ما النقد يتحول من الفعل للهوية، المخ ما بيتعاملش معاه كمعلومة، بيتعامل معاه كتهديد. لما تقوله أنت مهمل أو أنت ما بتفهمش أو حتى أنت مش قد المسؤولية، انت مش بتديه مشكلة يحلها، انت بتحطه جوه قفص. لان التقرير ممكن يتغير لكن هو هيعمل ايه في نفسه؟
ساعتها الموظف غالبا بيعمل حاجة من ثلاثة: يا إما بيدافع عن نفسه ويحاول يثبت إن الغلط مش غلطه، يا إما يسكت قدامك لكنه يقفل منك من جوه، يا إما يصدق الحكم ويبدأ يشتغل على قد الصورة اللي انت رسمتها له. وهنا بيحصل أخطر نوع من النقد اللي بيتحول من وصف للأداء لنبوءة انت تقول له انه مش قدها، فيبدأ يخاف يجرب، يخاف يسأل، يخاف ياخد قرار، ويخاف يعترف بأي غلطة جديدة. وبعد فترة تبص عليه وتقول شوف أنا كنت صح، هو فعلا مش قدها، مع ان جزء من اللي حصل انك انت اللي زرعت الصورة دي جواه. عشان كده المدير الشاطر مش بيخفف الحقيقة ولا بيجمل الغلط، هو بس بيحط الحقيقة في مكان يقدر الموظف يشتغل عليه. الفعل تحت الميكروسكوب، لكن كرامة الإنسان بره الاتهام. وهنا بالظبط في لمسة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بتوصف الخط الفاصل ده بأدق صورة ممكنة. ورد في سنن أبي داود، وخلينا أكون صريح معاك مش موجود في الصحيحين، بس رواه أبو داود بإسناد صححه الألباني، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يوصلوا عن راجل حاجة وحشة ما كانش بيقول ما بال فلان يقول كذا، يعني ما كانش بيسمي الشخص ويفضحه قدام الناس، كان بيقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. لو الخطأ محتاج توعية عامة كان يصحح المعنى من غير ما يحول الشخص نفسه لمادة للفضيحة. خد بالك من العبقرية اللي في التصرف ده، هو ما انكرش الغلط ولا سكت عليه ولا داهن فيه عشان خاطر الناس. الغلط اتصلح قدام الكل والرسالة وصلت لكل اللي في المكان، بس ستر الغلطان، صحح السلوك وحافظ على الشخص. دي مش مجرد قيمة أخلاقية حلوة بنعلقها على الحيطة ونمشي، دي تقنية عملية في إدارة الناس بتفصل الفعل عن الفاعل. دي بالظبط الفرق بين الشغل ده مش على المستوى اللي بتبني بيها وانت مش قدها اللي بتكسر بيها. وده مش معناه انك تلمح لشخص وسط الفريق لدرجة ان الكل هيعرف، لان التلميح واضح والناس اذكياء، ممكن يبقى فضيحة من غير اسم. تخيل الطريقة دي في مكتبك انت، بدل ما تقف قدام الفريق وتقول فلان عمل كذا وكذا وده غلط، تقول احنا لاحظنا ان في شغل بيتعمل بالطريقة الفلانية وده اللي المفروض يحصل بدلها. الغلط اتصلح، الفريق كله اتعلم ومحدش يتحرق قدام زمايله. نفس المعلومة بالظبط وصلت، بس محدش خرج من الأوضة مكسور. فالخط الفاصل مش خط رفيع صعب توصله، هو سؤال واحد بتسأله لنفسك قبل ما تبدأ تتكلم: النقد ده رايح له عشان يكبره ولا طالع مني عشان أطلع اللي جوايا؟ الإجابة على السؤال ده بتحدد كل اللي بعده. وما تخدعش نفسك بإجابة سريعة، لأن كل واحد فينا بيحب يفتكر انه دايما رايح للتاني ونيته دايما نظيفة. الصدق مع نفسك في اللحظة دي هو نص المعركة. لو ظبطت الاتجاه في دماغك، ازاي بقى تترجمه لأفعال بتطبقها كل مرة تفتح فيها الموضوع ده مع حد من الفريق بتاعك؟ هنعمل 5 خطوات، وعشان ال5 خطوات اللي جايين ما يتحولوش لقائمة إدارية تنساها بعد الفيديو، تخيل إن عندك موظف سلمك تقرير مهم وفي غلطة كلفت الفريق وقت وفلوس. هنمشي معاه في ال5 خطوات واحدة واحدة ونشوف المدير اللي بيبني هيعمل إيه والمدير اللي بيفش غله هيعمل إيه. 5 خطوات بينقلوا النقد من تفريغ لأداة، مش نظرية تتحفظ، حاجات تقدر تعملها من دلوقتي. الخطوة الأولى: اهدى وما تتكلمش وانت عايز تنتقم. اسأل نفسك قبل ما تتكلم، الكلام ده الهدف منه ان يحسن اداء الموظف ولا طالع مني بس عشان اعرفه غلطته؟ دي اهم خطوة وبتحصل جوه دماغك قبل ما الموظف يدخل لك المكتب اصلا. لو لسه متنرفز، لو لسه حاسس انه قلل منك في الاجتماع، لو محتاج تريح دماغك وبس، استنى. النقد اللي بتديه وانت متضايق بيخدمك انت مش بيخدمه هو. اهدى الاول، سيب الموضوع ساعة او حتى خليه لبكرة وبعدين اتكلم. والاختبار جاهز قدامك، تخيل نفسك بعد الكلام ب5 دقايق مين اللي هيرتاح. لو الإجابة انت، ما تقولش دلوقتي. النقد مش لحظة انفعال بتنفذ فيها، النقد قرار بتاخده وانت هادي انك عايز الراجل ده يطلع احسن ما فيه. لو مش في الحالة دي يبقى التوقيت غلط مش الكلام. الخطوة التانية: حدد الفعل مش الفاعل.
انتقد الفعل مش الذات. في فرق كبير بين التقرير ده ناقص ارقام مبيعات وانك ما بتركزش خالص في شغلك. الاولى بتوصف حاجه محدده وقابله للتصحيح دلوقتي، التانية بتلزق في الشخص صفة تفضل معاه على طول. لما بتنتقد الفعل بتسيب للموظف باب مفتوح يدخل منه ويصلح. لما بتنتقد الذات بتقفل كل الابواب في وشه، لان محدش يقدر يغير شخصيته في نص ساعة. القاعدة بسيطة، اتكلم عن اللي على الترابيزة مش عن اللي جوه الانسان، والموظف بيحس بالفرق ده على طول من غير ما تقوله. اللي بيتقال له التقرير ناقص بيروح يظبط التقرير، واللي بيتقال له انت فاشل بيروح يدور على شغل تاني. الخطوة الثالثة، وجه على الطريق. كل نقد لازم يسيب طريق. النقد اللي بيقف عند ده غلط ده نص شغلانة بس وانت واقف في نصها. النقد الكامل بيقول ده غلط وادي الطريق اللي تمشي فيه عشان يتظبط. انا شفت مديرين كتير بيقفوا عند ده وحش وبيسيبوا الموظف يخمن لوحده الصح فين، والموظف بيقضي ايام بيدور على حاجة كان ممكن تتقال له في جملة واحدة. من غير طريق انت مش بتدي فيدباك، انت بتدي حكم وتمشي، والحكم بيكسر، الطريق بيبني. اسأل نفسك بعد كل نقد، انا سبت خطوة واحدة واضحة يقدر يبدأ بيها من بكرة؟ لو الإجابة لأ يبقى أنت لسه ما خلصتش. الفرق بين المدرب والحكم إن المدرب بيوريك تعمل إيه بكرة، والحكم بيقولك عملت غلط النهاردة وخلاص ويمشي. الخطوة الرابعة، استر ما تفضحش. النصيحة في السر، والفضيحة ملهاش مكان أصلا. دي جاية من قلب اللمسة اللي قلناها من شوية. لما تنتقد حد قدام زمايله الرسالة كلها بتضيع، والإحساس الوحيد اللي بيوصله هو الإهانة. مش بيسمع تصحيحك، بيسمع فضيحته قدام الناس، وبيفضل شايل الموقف ده في عقله وفي قلبه شهور. وفي حاجة أخطر، الموظف اللي بتفضحه قدام فريقه بيتعلم درس واحد بس، انه لازم يخبي غلطاته عنك المرة الجاية عشان ما يتفضحش، وساعتها انت خسرت انك تعرف بالمشاكل وهي صغيرة. النقد الحقيقي بيحصل في أوضة مقفولة أو مكالمة على جنب. لو انت محتاج جمهور عشان توصل نقدك يبقى انت مش بتصحح، انت بتستعرض. الخطوة الخامسة، اسمع للآخر. بعد ما تنتقد اسكت واسمع. النقد اللي بيبني بيكون حوار الاتنين بيتكلموا فيه. النقد اللي بيكسر هو خطبة طرف واحد بس بيتكلم فيها. لو قلت اللي عندك وقفلت الأوضة على طول من غير ما تديله فرصة يرد، انت بس طلعت اللي جواك وعرفته غلطه، والنقد غالبا انت بس اللي سمعته. جرب مرة تقفل نقدك بسؤال بدل ما تقفله بحكم. يعني قول له انت شايف الموضوع ازاي؟ هتتفاجئ في اغلب المرات اللي كنت بتنتقد فيها ان في تفصيلة صغيرة انت ما كنتش عارفها كانت هتغير رأيك. والموظف اللي بيتسأل عن رأيه بعد النقد بيحس انك انتقدته عشان يكبر مش عشان يتحاسب ويتعاقب، وده بس مش بيخليه يقبل النقد، ده بيوصل لك معلومات عن شغلك وعن السوق ما كنتش هتعرفها ابدا لو قفلت الموضوع ومشيت. الخمس حاجات دول مش تكنيك تحفظه وخلاص، دول كلهم في الاخر ترجمة لسؤال واحد بتسأله لنفسك في كل مرة. النقد ده لخدمة مين؟ لو الإجابة لخدمته هو، انت في الطريق الصح مهما كانت كلماتك حادة. لو الإجابة لخدمتي أنا، انت كده بتكسر مهما كانت كلماتك مهذبة ومنمقة. اهدى، حدد، وجه، استر، واسمع. 5 خطوات نقولهم تاني: اهدى، حدد، وجه، استر، اسمع. كلهم بيجاوبوا على سؤال واحد: النقد ده لخدمة مين؟ نرجع بقى للمشهد اللي بدينا بيه. 2 موظفين ونفس الجملة بالحرف ونتيجتين مختلفين تماما. دلوقتي انت عرفت ايه الحاجة اللي اتقالت بين السطور وما كانتش في الكلمات، كانت في اتجاه الكلمات. مع الاول النقد كان رايح لشغله مش ليه هو لشخصه، فبناه وخلاه يشتغل ويعيد الشغل من الاول وهو مصمم على النجاح. مع التاني النقد كان طالع من المدير لشخص الانسان اللي قدامه، فكسره وخلاه بعد ايام يمشي من الشركة. نفس الجملة، اتجاهين انسانين مستقبلين. المشكلة ما كانتش في الكلام اللي اتقال، المشكلة ان النقد كان طالع من المدير مش رايح للموظف.
والحلو في الموضوع انك مش محتاج تتعلم كلام جديد ولا تحفظ عبارات لطيفة منمقة تقولها، انت محتاج بس تغير اتجاه واحد جوه دماغك قبل ما تبدأ تتكلم. نفس الصراحة ونفس الحدة احيانا، بس ماشية في الاتجاه الصح. يلا بينا نقفل قوس الحلقة دي جوه السلسلة كلها. احنا في رحلة الادوات المزدوجة، والحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن التمكين اللي كان بيدي الموظف مساحة يتحرك فيها، والنقد بيديه اتجاه يمشي عليه. الاتنين نفس الأداة المزدوجة بالظبط، الاتنين بيتقاسوا بنفس السؤال، بيخدموا مين؟ التمكين اللي بيخدمك انت بيبقى تخلي والتنصل من المسؤولية، والنقد اللي بيخدمك انت بيبقى مجرد تفريغ طاقة فش غل. الأداة عمرها ما بتحدد بشكلها الظاهر، بتتحدد باتجاهها. قبل ما تقفل الفيديو اعمل حاجة واحدة بس، افتكر آخر نقد اديته لحد في شغلك، واسأل نفسك بصراحة من غير ما تكذب على نفسك، مين اللي ارتاح بعده؟ الإجابة لوحدها هتقولك انت كنت واقف في انهي ناحية من غير ما تحتاج حد يقولك. ولو الفيديو ده فتح لك زاوية جديدة في شغلك وطريقة ادارتك للناس، سيب لايك عشان يوصل لناس زيك، واكتب لي في الكومنت اخر نقد سمعته في حياتك وحسيت انه بناك مش كسرك. نفسي اقرا القصص دي، واشترك في القناة عشان في الحلقة الجاية ان شاء الله داخلين على اداة تانية من الادوات المزدوجة، اخطر واخبث شوية من النقد، أداة المكافأة والحافز، الحاجة اللي كل مدير بيستخدمها عشان يشعل حماس فريقه وفاكر إنها كلها مكاسب لجميع الأطراف. بس نفس المكافأة بالظبط بتشغل واحد وتفسد التاني، وتحول ناس كانت بتحب الشغل لناس بتشتغل عشان الجزرة اللي قدامها وبس، وأول ما الجزرة تقف يقفوا هم كمان. امتى المكافأة بتبطل تحفز وتبدأ تشتري؟ وازاي المدير يفرق بين فريق شغال بحب وفريق شغال عشان الفلوس بس ومستني اول فرصة يمشي؟ ده اللي هنتكلم عنه في الحلقة الجاية ان شاء الله.